يا ترى ليه لما بنمسك التليفون في العربية وتبدأ تقرأ فيه بتحس بغثيان ودوخة، بس لو انت سايق عمرك ما هتدوخ؟ اوعى تدوخ مني. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشفة علم. الموضوع ملوش علاقة بانك مركز في الموبايل، الموضوع ليه علاقة ان مخك حرفيا بيفكرك اتسممت. السر هنا في حالة بنسميها التضارب الحسي او السنسوري كونفليكت. طب معناها ايه؟ وانت باصص في شاشة التليفون عينك بتبعت اشارات لمخك تقوله ان انت ثابت ومش بتتحرك، بس في نفس الوقت الاذن الداخلية بتاعتك وتحديدا الفيستيبولار سيستم اللي هو نظام التوازن بيبعت اشارات لمخك لانه حاسس بالمطبات وحاسس انك ماشي بسرعة، وهنا المخ بيتجنن. بيوصلوا اشارتين عكس بعض تمام. وفي سيستم جسمنا الحالة الوحيدة اللي بتعمل خلل وهلوسة زي كده هي انك تكون واخد سم. فمخك علشان ينقذ جسمك من السم الوهمي ده بيروح بسرعة جدا يشغل مركز القيء او الفومتنج سنتر علشان يطلع السم ده بره جسمك في اسرع وقت ممكن. تخيل كل ده علشان انت كنت ماسك التليفون بس وانت في العربية. طيب لو انت سايق، اما لو انت سايق فكده عينك بتبقى شايفة الطريق وودنك حاسة بالحركة، فما فيش اي تضارب بيحصل. وبس كده ببساطة. دي كانت عاشر رشفة في برنامجكم رشفة علم. تابعوني عشان تعرفوا معلومات اغرب وامتع عن جسم الانسان.